يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض صوابع الجلاش الحادق بطريقة سهلة وسريعة وحشوة اقتصادية جدا بدون لحوم او بيض او لبن. وجبة اقتصادية جميلة للغدا او العشاء، وجبة صيامي صحية جدا وبديل صحي جدا للحمة. يلا نشوف الطريقة بقى. هنا معايا طاسة على النار هنزل فيها بمعلقة زيت، وكمان بصلة متقطعة صغير وممكن نفرمها في الكبة، وملح وفلفل. وهتبل البصلة كويس لغاية لما البصلة تاخد معايا لون. هنزل عليها بقى بالمشروم، انا مقطعة مشروم صغير. المشروم ده احلى بديل للحوم في الصيام، واحلى بديل تستخدميه في حشواتك. وهقلبه كويس مع البصل. هنزل عليه بفص توم، التوم بيكون حلو جدا على المشروم. وكمان الفلفل الاخضر ده ممكن طبعا نستخدم فلفل الوان معاه، او اي خضار كمان انتي تحبيه مع المشروم، كل حاجة بتليق عليه. وهنا عندي نص مكعب مرقة، ورشة من البهارات، معلقة صغيرة من السبع بهارات او اي تشكيلة بهارات انتي تحبيها. ممكن بهارات لحمة، بهارات فراخ، اي بهارات انتي تحبيها بتليق على المشروم. وهنقلبه كويس لغاية لما يستوي معانا. هنا بقى لفة الجلاش بتاعتي انا بقسمها من النص، لان احنا هنشتغل بيه الورقة، كل ورقة لوحدها. ومعايا صينية اللي هستخدمها برضو في التسوية. انا ببطنها الاول بالزيت بالفرشة كده. هبدأ بقى اشتغل في الجلاش. كل ورقة من الجلاش احنا بنستخدم عليها رشة من الزيت بالفرشة برضو. انا بستخدم ورقة ورقة، يعني كل رول عبارة عن ورقة جلاش واحدة، مش ورقتين، لان انتي لسه هتتلف معاكي ولسه هتروليها، فعشان ما تبقاش سميكة معاكي هي ورقة واحدة بس كفاية. وهننزل عليها بالحشوة، هي معلقة بس صغيرة، ما نكترش في الحشوة قوي علشان الرول بتاع الجلاش يكون سمكه حلو وشكله حلو وقت التقديم، ما تبقاش سميكة قوي معاكي. وكمان انا حطيت شوية من الجبنة الموتزاريلا الصيامي، لو انتي مش حباها ممكن الحشوة لوحدها طعمها جميل جدا. وهنبدأ نقفل الجوانب كويس قوي ونرول الجلاش. الحشوة دي عمرها ما هتفك منك وعمرها ما هتطلع، بتطلع شكلها جميل جدا وقت التقديم. وكل رول كده بيكون ماسك نفسه، بيبقى شكلها حلو قوي. هنا الورقة التانية برضو نفس الموضوع، انا حطيت عليها معلقة من رشة من الزيت بالفرشة، وهنزل عليها برضو بالحشوة بتاعتنا. طبعا انت كمان ممكن نضيف على الحشوة دي زيتون لو انت تحبي، يبقى طعمها جميل جدا جدا معاها. وبرضو هبدأ اقفلها بنفس الطريقة. الاول بنقفل الجوانب بتاعة الورقة، وبعدين بنرولها كأننا كده بنلفها زي ورق العنب شوية. انا هكمل بقى باقي الكمية مع نفسي وهوريكم شكل الصينية قبل ما ندخلها الفرن. ده شكل الصينية بقى لما خلصتها، خلصت الكمية بتاعتي كلها، هي ما خدتش لفة جلاش كاملة. انا عملت جزء بالمشروم وجزء عملته بحشوة جبنة بس. قبل ما بدخلها الفرن برضو بجيب الفرشة بالزيت كده واحط على كل قطعة من الرول بتاعي بالزيت، علشان ده هيديها قرمشة وفي نفس الوقت هيديها لون حلو قوي للجلاش. انا بدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200 تتشمع بس. ونعمل التشريبة بقى بتاعتها، عبارة عن مكعب من مرقة الخضار هنزل عليه بنص كوباية مية، وكمان نص معلقة من البيكنج باودر، واقلبهم كويس. البيكنج باودر بيخليها مورقة. هنا الصينية بتاعتي انا كنت طلعتها، هي اخدت لون بسيط معايا، المفروض ان انا ما بديهاش اللون ده، يعني المفروض كانت تتشمع بس. ونزلت عليها بالمية. هي ودخلتها تاني الفرن وطلعت مستوية جدا وكانت مظبوطة واخدت لون حلو جدا معايا. ده كان فيديو النهاردة، مجرد حبيت اشارككم فكرة للغدا او العشاء الصيامي بورق الجلاش بطريقة سهلة وجميلة وطعم جميل، ونجدد فيه الاكلات بتاعتنا، وكمان حاجة موفرة جدا. وحشوة جميلة طعمها جميل، حشوة المشروم. يا رب يعجبكم الفيديو النهاردة، ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة.